سلام البنات، صباح الخير، مساء النور، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وصحه تاعكم كامل تكون لاباس. رجعت لكم فيديو شويه عند في داري وكملته عند ماما، نبقاو مع بعضنا ان شاء الله في الروتين. حبيت نشكر بزاف المتتبعين تاعي اللي دخلوا معايا جدد وخلوا لي كومونتير، نقول لكم مرحبا بكم والدار داركم. اما الناس اللي يحبوني نقول لكم ربي يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. والله انتو هما اللي نحي بيكم القنطه، انتو هما اللي نحي بيكم على خاطري وكل حاجه. انا كما راكم تشوفون الصباح كانت عندي هذيك المسكوتشو اللي درناها مع بعضنا قبل في الفيديو السابق، وغير درت شويه تاع الحليب انا وبنتي. وهذا ما كان تعرفوا اصلا ساعات مره نشربوا الحليب، ساعات مره ما نشربوه، ساعات ندير العظام مع الطماطم، كل مره نوع في الفطور. المهم كما راكم تشوفوا اليوم قلت لازمنا نشربوا شويه تاع الحليب ونبداو مع بعضنا ان شاء الله الفيديو. بعد ما نكمل رايحه نروح عند ماما هكاك ونشوفوا مع بعضنا. اللي قالوا لي امر وقول لي ماما كي تروح تدعي لنا ان شاء الله، راني قلت لها بالواحده ماما كي تروح يدعي كامل البنات اللي مسكينه متمنيه راجل، اللي متمنيه سكنه، اللي متمنيه اولاد، ان شاء الله رايحه تدعي لكم كامل المتتبعين تاعي الخاصه اللي يحبوني. اقسم بالله اما الناس هذوك اللي حابه تطيحني وحبتني اني نحبس اليوتيوب وكل حاجه، نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، راه الرزق على ربي ما الرزق على حتى واحد. وما دامني حاكمه في ربي، ما دامني ماشيه قد الحمد لله، يعني اقسم بالله ما نشوفوا رايه. اما الناس اللي تعرفوا احنا كي نعودوا مثلا في ولايه بلايص عايشين في مناطق ريفية ومناطق صغيرة، تعرفوا هذا يهدر في هذا، هذا يهدر في هذا، سورتو كي يشوفوك راكي ناجحة ولات الناس تعرفك وكل حاجة لازم يحبوا يهدروا فيك وكل حاجة باه يطيحوك. اما نقول لكم حاجة، مادامني حاكمة في ربي، مادامني مانيش قاعدة ندير في حاجة حرام، والزوج تاعي معايا وعمبالو بيا في كل حاجة، ما نخافش من هدرة تاع الناس. وعلى خاطر الثقة هي كلش. انا مادامني عندي ثقة في روحي خلاص ما يهمني حتى انسان. عندي الاهل تاعي والزوج تاعي هما السند، يعني مادام هما مشجعيني واقفين معايا الدنيا وما فيها. اما الناس الاخرى اللي حابه تطيحني، اني وصلت لمرحله تاع النجاح، صدقوني كاينين بزاف يعني يسقسيو عليا في البلاصه اللي انا ساكنه فيها، كاينين بزاف يعرفوني، كاينين بزاف يحبوني الدنيا وما فيها. يعني كما قلت لكم ماني سامعه بحتى انسان. انا ديما نشوف القدام، ديما نشوف الحوايج المليحه، ديما ما نشوفش خلاص ورايا. المهم اللي سقساني قالوا لي مروه عندك القواطر ولا حاجه، على خطره ديما اهم ولاتني صنعه برك، على خطره رحت درت لي زاناليز تاع القواطر وكل حاجه، ما طلع عندي حتى حاجه. هنا كما راكم تشوفوا وصلت عند ماما بعد ما تعشينا وكل شيء، بنت لنا نديروا حاجه حلوه، راح نديروا كريم ديسير. الوصفه تاع زمان زمان زمان، من اربع واسهل التحليات. هنروح نفهمكم. هنا كيما راكم تشوفوا نجيبوا زوز كسارن، عندنا نشا وعندنا قرعه مناط هذيك تجينا حمراء، والحليب والقاطو هذاك تعطوهم. المهم المره الاولى نحتاجوا زوز كيسان ونص الحليب، مع زوز كيسان ومع زوز فناجل ونص سكر، وزوز فناجل نشا. هذه هي الطبقة الأولى. وبعدك الطبقة الثانية نديروها نفسها بصح ماشي حليب، نفسها بصح مناض، هذا المناض تاع الفنجال. ومن بعدك الطبقة الثالثة تكون قاطو. ومن بعدك نعاودوا الطبقات اللي هو زيد حليب وزيد مناض، زيد مناض، وفي الاخر رشرشوا عليها شويه تاع القاطو. هذا من اربع التحليات البارده اللي خفيفه على القلب وسهله يعني، وتجي بسم الله ما شاء الله. انا نخليكم تشوفوا المقادير، انا صورت لكم المره الاولى وانتم ديروهم من نفس الطريقه في الخطوات الثانيين. هذا مكان كما قلت لكم راح نبدا مع بعضنا نجهزوا الفاليزه تاع ماما اللي راح تدي معاها للعمره ان شاء الله. قلت لها شوفي بما انه راني جيت وكل حاجه نجبدوا نحطوا لك الحوايج اللي راح تدي باه نعرفوا واش كاين ناقص، واش لازم نزيد نشري وكل حاجه. نحطوا الكابه تاعها، نحطوا كل حاجه. المهم
باه نشوفوا كما قلت لك، باه نشوفوا واش ناقصها وزايد، واش لازم نزيد نلحقوا. يعني صح مازال لها شهر ولا شهر ونص باه تسافر، بصح انا نحب كلش على بكري، نحب نوجد كلش على بكري، باه حاجه ما تنساها ولا حاجه ما تقول اني نسيتها. فهمتوا؟ على هذه مليح واحد يقعد رايح يسافر لبلاصه ديما يوجد قبل. انا كما قلت لها ذاك حطيها على جهه، باه اي حاجه تشريها تحطيها ثم. هذه هنا نجيبوا الحليب مع التخليط المستمر به ما يتحرقش، والنار شويه ناقصه، نخليه حتى ان يجمد. نديرو كي يجمد نديرو طبقه الاولى. درك تشوفوا هنا زيد نرجعوا في كاسرونه خفيف. المهم نجيبوا لازم زوز كسار، واحده الحليب وواحده هذا تاع المناض. هذا ما كان بس جربوها تجينا بزاف بنينه. انا كما قلت لك نحبها هذه سهله، والفايده تاعها انها بنينه. ابن من التحليات هذا كامل بريستيج، هذه ابن منها صح. وسورتو احنا من بكري نديروها بزاف في رمضان، ولا مولد ولا بزاف نديروها، على خاطر كما قلت لكم سهله وتقطع لنا كميه كبيره ومليحه. هذه هي هنا هاكم تشوفوا نفس الخطوات تاع الحليب، نفس الخطوات تاع المناض، ونكملوا لهم سما يجيو 4 طبقات. احنا درناها تاع 4 طبقات. هذه قولوا لي انتم واش مدايرين، قولوا لي واش حوالكم، ان شاء الله تكونوا لاباس، وليداتكم لاباس. رانا كامل درك اجري هي وصلت يعني لا دخول المدرسي، اللي مازال ما كساش، اللي مازال ما شراش الادوات. تعرفوا كلش غالي، كلش نار. يعني حليلو زوالي مسكين اقسم بالله كلش. واش نقولوا الحمد لله ما عندنا ما نديرو. هذه بلادنا كيف ما عندنا ما نديرو. وربي يوفقنا كامل وليداتنا وينجحهم وان شاء الله يدخلوا على خير. وهذا هي ديجا 5 شهور راهم قاعدوا فيها الف بركه، قعدوا معانا هبلونا. انا عاوز نقول لهم وقتها بك تدخلوا تقراو. انا كون ندخلوهم في اوت في النار هذيك سخانه ندخلوهم والله، هبلونا في الديار. راكم تعرفوا الاولاد كي يكونوا مع بعضهم يتعاركوا. انا بناتي شوفوا العاده، الفرق بيناتهم 6 سنين ومقتلين بعضهم. 6 سنين بيناتهم. الكبيره عند الصغيرة عند الكبيرة وارواحوا. اذا قلت لهم زوز عباد هنا شوفوا لي يدي يا البنات كيما نقيس الماء ولا نغسل بالبروجوي تولي يدي كيما هكا. هنا شوفوا لي هذاك القوام هذا هو اللي نتحصلوا عليه. كي نشوفوا هكا جمد شوي نوليو زيد نخلطوهم ليه، خلطوا كيما هكا حتى يولي لنا ليس هكا. عاد باه نحطوا في الطبقة الاولى هذا تاع كنا صغار، هذا كانوا نوكلوهم لولادنا صغار بيبيات. باه يقول لك صغير يسمان. صح ولا لا؟ تاع الحليب ونشا. نحط طبقه الاولى تاع الحليب ونشا، وعاد باه طبقه تاع المناض، ومن بعد الكاطو، ومن بعد هكا زيد نوليو نفس الشيء، زيد نوليو طبقه حليب وطبقه مناض، وعاد باه زيد نزينوها بالكاطو ولا مكسرات ولا اللي عندكم. يعني انتو اختياركم، مش حبيتوا ديروا زينوا. هذه المهم. انا الفايده كي كنا راح نديروا الوصفه جبت لكم الوصفه قلت لهم خليوني نصورها هكا مع البنات يديروها. مكانش كيما الحاجه تاع بكري كنا صح نديروها بكري هذيك وكل حاجه بلا بريستيج بلا حوايج بزاف بلا والو. ثم احنا كملنا التحليه تاعنا وبردت وكليناها بسم الله ما شاء الله. البنه والخفه اللي فيها غير جربوها والله غير جربوها. جينا انا كن ليا نديرها على الاقل مرتين في السمانه بواقفه هكا، وانا واقفه اني نكملها. هذه هي البنات. الحمد لله على كلش. ربي يرزقنا بركه البنات، ربي يوفقنا في حياتنا، ربي يبعد علينا الناس الحرام، ربي يعطينا غير الصحة. ما عندي ما نقول. ربي يعطينا الصحة هي كلش. اقسم بالله نهار اللي تروح لنا الصحة ثم ما نقدروا نمشي وما نقدروا نهدروا، ما نقدروا نتعاملوا مع الناس، ما نقدروا نواجهوا، ما نقدروا نديروا حتى شيء في حياتنا. اما الصحة راهي كنز. لكن ضاع لك هذاك الكنز خلاص حياتك ضاعت. المهم هذه هي حبيباتي الدنيا. اما البنات اللي قالوا لي مروه كيف ما حتى انه
ديتي هكا من ماكل العمره وكل حاجه تاع ربي، يعني ربي هكا وفقني وربي رزقني وكل حاجه، يعني علاه لا ماشي خساره، على خاطر الدراهم راهي تجي وتروح. هذه هي. وماشي يعني انه الدرجة تاع العمرة مثلا احنا نحطوها مثلا حاجة غالية غالية غالية، لا. الناس كاينين ناس عندها ذهوبات بالكيلو بزوز كيلو، وتقولك مثلا انا علاه نروح العمرة ما عنديش دراهم باه نروح، لا. كاينين ناس اللي جاي عندهم في الكونت معمر دراهم يقولك انا ما عنديش. جامي الانسان يتبكى انه ما عندوش، على خاطر ديما تاع كلمه ما عنديش ما عنديش ما عنديش راهي مش مليحه، راهي راح تجيب لك الفقر. هذه الكلمه تاع انك ديما ما عندكش. نصيحه ليكم الناس اللي يقول اللي يتشكاو بزاف ويتبكاو بزاف وديما اني ما عنديش وديما اني هكا وديما اني مسوال وديما اني عندي، رايحه تقعد فيكم ديما. اقسم بالله راح تقعد فيكم هذه الكلمه ديما، وديما راح تكونوا ما عندكمش. لا واحد يقول الحمد لله انا مثلا دوكا عندي دراهم مخبيه على ما نتمنى نروح ندير عمره. انا نتمنى انا يعني كيما دركا ان شاء الله نروح انا والزوج، انا وبناتي نروحوا مع بعضنا كامل. بصح ماما ما كانش لي يديها، ما كانش، على خاطر انا هو الكبيره وكل حاجه. عندي خويا واحد يخدم حتى هو مازالو صغير، مازالو ما كونش روحه، مازالو مزوج، مازالو. اما انا بالنسبه لي مثلا كي تعود عندي مصروفاتي ودراهمي مخبيه، الاولويه هي مثلا الماما. فهمتوا؟ ما نحبش انا مش من الناس هذيك اللي نخبي برك نخبي دراهم. واحد يموت وخليهم، الناس ماتت وخلات قصوره، رانا عم بالنا بها هذه الحوايج. بصح كل حاجه في وقتها مليحه. كاينين حوايج اساسيات نحب نديرهم، وكاينين حوايج يعني اللي لازم عليا نديرهم. فهمتوا؟ المهم هنا اروح نعطر هكا الفاليزه تاعي، نعطروها مليح بعد ما مسحناها مليح، زيد نعطرها ونحط الحوايج اللي شريتها، المشتريات تاعها اللي شريتهم من الحجابات. يعني كنت انا معاها اللي رحنا شرينا الحوايج. هروح نعيط لكم الحجابات اللي شريتهم. هنا هذا اول حجاب، شوفوا لي كيف ما خفيف جاي في هكا في البلانكاسي، خفيف روعه. اصلا في السعوديه لازم غير الحاجه الخفيفه وما يبينش الفايده انه خفيف، صح مليح بصح ما يبينش. كما قلت لها الحاجه اللي تشرى نحطوها طول هنا باه نعرفوا واش كاين. زيد شريت هذا خمار ثاني جاي مثلث، هذاك الخمارات المثلث الطوال جاي في البلون كاسي. ثاني قلت لها ادي خير مليح. شريت ثاني هذا الحجاب جاي هكا في القري بصح خفيف روعه بسم الله ما شاء الله. زيد شريت هذا الخمار، جاي خمار طويل، هذا اللي يجيو كيما الشرعيين، جاي خمار طويل. الفايده انه خفيف، شوفوا لي كيف ما الخفه خفيف روعه بسم الله ما شاء الله. هنا الخمار انا شريته بالك 150 الف الخمار وحده. الحجابات شريتها ب200، واحد 250 وواحد 200 الف. هذه هي. المهم يعني كما قلت لكم مازالوا لها حوايج بزاف، مازالوا لها حوايج بزاف ما شريتهمش. ان شاء الله رايحه ان شاء الله قبل ما تروح رايحه نفتحوا الفاليزه تاعها ونشوفوا واش فيها، واش حطت فيها كل حاجه. المهم انا قلت لها نحطوا كلش اللي شريتيه، نشوفوا واش ناقص واش ما ناقصش. وهذه يقولوا لي كامل زيد واش ناقصها من لبسها، يعني لازم تدي معاها حوايج بزاف ولا غير شويه جهتها. انا قلت لها كون ليا تدي غير حويجات قلال تاع لبسه، يعني تعرفوا هكا. هنا هذم شريت شورتات مازالوا. زيد تشري فيزوات هكا، واحد في الابيض واحد في الاكحل على الاقل كي تمشي ما رجليها ما يبانوش. شوفوا شريت لها هذم ليباوات، يا اما تدي ليباوات هذم خفاف شويه ولا تشري هذوك تقاشر اللي يكونوا شويه خشان. هنا مازال زيد تلحق قنادر هكا تلبسهم كي تعود في الأوتيل في شامبرا. هذه الكبوسة الثاني لازم. شريت هذا الصاك عجبها، على خاطرها تحط فيه الدواء تاعها، تحط فيه القرعة تاع الماء، تحط فيه حوايج الخفيفة، شارجر، تليفون تهزو معاها. يعني هذا شريته ب100 ولا 100 حاجة كيما يعني ما كنتش معاها طول وهي تخلص في السعر.
هذه هي البنات، الحمد لله على كلش. ربي يوصلها على خير، وان شاء الله رايحه كما قلت لكم راح نشارك معكم كل حاجه اللي راح تتشرى. هروحوا هنا انا ما صبرتش على الكريم ديسار، قلت لازم نوض نقسم شويه وناكله. هنا شوفوا هزيتو اعوج كيف ما تكسر من الفوق، على خاطر ما هكي هزيتو بيد واحده، على هذه تشقق هكا على الوجه. وهذا اللي من الفوق المرحي راهو القاطو، هذا مكان. وهنا شوفوا لي الكريم دي راني نصور بيد واحده ويد راني ندير فيها. ها شوفوا لي كيف ما يجي الطبقات. هنا ومازال ما بردش بزاف، بصح كي تخليوه يبرد بزاف كي تتنحى لكم الكعبه روعه قد. هنا كما قلت لكم شوفوا لي يجي بنين والله، غير سيوها البنات ورجعوا لي بالخبر. المهم وصلنا لنهايه الفيديو، ما عليا نقول لكم اتهلاو لي في رواحتكم، نتلاقاو مع بعضنا ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، وفيديوهات اللي جايتنا راهي خير من اللي فاتت، قولوا كامل ان شاء الله. خليوا لي هذاك جيم وخليوا لي كومونتير، ومع السلامه.